في الوقت الذي ما زالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر الرد الجزائري على شرط المغرب للمشاركة في الشان عبر رحلة جوية مباشرة إلى مدينة قسنطينة، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن اللائحة الرسمية والمعتمدة لأماكن إقامة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، بالإضافة إلى الملاعب الخاصة بالتدريب. ووفقا لما نشرته هذه الوثيقة، فإن المنتخب المغربي للمحليين سيشارك بالبطولة، ومقر إقامته سيكون في فندق نوفوتيل بقسنطينة. أما فيما يخص ملعب التدريب فسيكون ملعب ABRC الملحق بالملعب الرئيسي محمد حملاوي مكانا للتدريب. وتستضيف الجزائر بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين في نسختها السابعة في الفترة الممتدة من 13 يناير وإلى 4 فبراير المقبل. ودب الرعب في صفوف حكام الجزائر خلال الأيام القليلة الأخيرة من السنة المنصرمة، مباشرة بعد توصلهم بأنباء تفيد إمكانية وضع البوليساريو على لائحة المنظمات الإرهابية. ووفق تسريب استخباراتي، فقد أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفة مستعجلة مستشاره في الأمور الخاصة شفيق مصباح رفقة مجموعة من كبار ضباط المخابرات الخارجية DRS إلى واشنطن ليلة 21 من دجنبر عام 2022. وكان هدف الوفد الأمني عقد لقاءات مع العديد من الشخصيات بمجلس الشيوخ الأمريكي قصد إغرائها بالمال لتأسيس لوبي قوي يدافع عن المصالح والأطروحات الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد ذات التسريب أن يوم 19 دجنبر عام 2022 شهد حالة طوارئ قصوى في قصر المرادية ووزارة الخارجية ومركز المخابرات الخارجية DRS وفي السفارة الجزائرية بواشنطن، بعد وصول معلومات من عملاء المخابرات الجزائرية داخل دواليب صناعة القرار الأمريكي تؤكد أن هناك قرارا بوضع جبهة البوليساريو على لائحة الإرهاب، وينتظر فقط إمضاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجاء كذلك حسب نفس المصدر أن اللوبي الإسرائيلي دي إسرائيل لوبي يمارس ضغطا رهيبا من أجل تسمية البوليساريو كجماعة إرهابية في منطقة شمال إفريقيا، وذلك بعد التأكد من علاقاتها مع حزب الله الإرهابي المتواجد فوق الأراضي اللبنانية ومع دولة داعمة للإرهاب وهي إيران. ليعود التقرير التسريب المخابراتي ويشير إلى أن من ضمن الأسباب كذلك التي جعلت واشنطن تفكر في وضع الجبهة ضمن التنظيمات الإرهابية تهديداتها الصريحة بشن هجمات إرهابية على مناطق بالصحراء المغربية، وتورطها في نسج علاقات متطورة مع العديد من الجماعات الإرهابية بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. كما أن المخابرات الأمريكية CIA زودت وزير الخارجية أنتوني بلينكين بتقرير استخباراتي يؤكد تورط العديد من الأعضاء بالجبهة الانفصالية في قيادة أكبر الشبكات الإجرامية المعروفة بالمتاجرة وتهريب المخدرات في منطقة الساحل والصحراء حسب ما جاء في نص التسريب. وذكر تقرير CIA بعض أسماء زعماء عصابات تهريب المخدرات من إفريقيا إلى أوروبا ينتسبون إلى البوليساريو، ومنهم سلطاني ولد أحمد ولد بادي ويلقب بسليطن، وفرح ولد حمد ولد معطى الله وهو عسكري سابق يقيم في مخيمات تندوف، وباريكا ولد الشيخ وهو عضو معروف في الجبهة، والحسن علي ولد إبراهيم الملقب بجراندايزر. وأكد الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي كمال بن يونس خلال حلوله ضيفا على إذاعة راديو ميد التونسية أن المملكة المغربية ساعدت تونس في أصعب الظروف، خاصة في فترة أزمة انتشار فيروس كوفيد-19. واعتبر المحلل السياسي في مداخلته أن تونس مطالبة بتطوير علاقاتها مع المغرب إسوة بباقي البلدان بالمنطقة. وتابع بن يونس حديثه مؤكدا أن الملك محمد السادس
السادس أمر بمساعدة بلادنا بمستوصفات ومعدات طبية لمواجهة موجة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين التونسيين بشكل كبير. وختم بن يونس كلمته بالقول: المغرب له مكانة كبيرة ورئيسية بالمنطقة، وعلى القائمين في تسيير أمور تونس مراجعة الأوراق وإعادة العلاقات مع المملكة المغربية أفضل مما كانت عليه من قبل. وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد أمر في شهر يوليوز من سنة 2021 بإرسال إعانة عاجلة وطواقم طبية إلى تونس لمساعدتها على تخطي الوضع الوبائي فيها، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في معدل حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وعادت وسائل الإعلام في الجارة الشرقية لعادتها الدائمة مثيرة غضب المغاربة مجددا بعدما زعمت قناة الهداف أن لقب أسود الأطلس الذي يتبناه المنتخب الوطني المغربي هو تسمية جزائرية ويخص الجزائريين في الأصل. وقال إعلامي جزائري في حديثه للقناة الجزائرية المذكورة أن تسمية أسود الأطلس التي يلقب بها منتخب المغرب هي في الأصل تسمية جزائرية، وذلك نسبة إلى جبال الأطلس التي تاريخيا يعود للجزائر والتي كانت تعيش فيها الأسود، ما يجعل المنتخب الجزائري أولى بلقب أسود الأطلس من المغرب. وفي ذات السياق لم يكتفي المسؤولون بالجزائر بهرطقاتهم الإعلامية فقط، بل تواصلوا مع إدارة موسوعة ويكيبيديا لتغيير أصل أسد الأطلس من المغرب إلى الجزائر. هذا ويواصل النظام العسكري الجزائري سرقته لكل ما هو مغربي، متمسكين في ذلك بمغربة جزائرهم التي ليس لها تاريخ يذكر، خاصة وأن تاريخ تأسيسها يعود إلى سنة 1962 ميلادية، عكس المملكة الشريفة التي تأسست على يد إدريس الأول عام 788 ميلادية. ويطرح مستقبل العلاقات بين روسيا والجزائر عدة تساؤلات في ظل مؤشرات على فتور بين البلدين كرسه تأجيل أو إلغاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته إلى موسكو وانتقاده حضور مجموعة فاغنر في مالي. وكان الرئيس الجزائري انتقد قبل أيام وجود عناصر فاغنر في مالي، وذلك في حوار أجراه مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، حيث اعتبر أن الأموال التي تصرف على العناصر الروسية كان الأجدى استغلالها في التنمية. وأثارت تصريحات الرئيس تبون المنتقدة بشكل ضمني للوجود الروسي تكهنات كثيرة حول ما إذا كانت العلاقات بين الطرفين التي لطالما وصفت بالتاريخية والاستراتيجية قد دخلت طور الفتور. كما تم إلغاء مناورات عسكرية مع روسيا كان من المنتظر أن تجري في منطقة واقعة في أقصى الجنوب الغربي للجزائر. وتعززت وجهات هذه التكهنات مع عدم ذهاب الرئيس تبون إلى موسكو، خصوصا أن تسريبات من قصر المرادية أكدت في الفترة الماضية أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لهذه الزيارة، ويحمل الإجراء أو الإلغاء عدة دلالات حول منعطف جديد في العلاقات الجزائرية الروسية، خاصة وأنه تزامنا مع وقائع تفتح المجال أمام فرضية فك الارتباط بين الطرفين بسبب الضغوطات التي سلطها الغرب، لا سيما الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة من أجل إبعاد الجزائر عن الحليف الروسي. ويزور وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المغرب الخميس والجمعة كما أعلن مكتبه. وقال ذات المسؤول في تصريح صحفي: المغرب شريك مهم جدا، هو جار للجنوب ولدينا شراكة جديدة مع المغرب نريد دفعها قدما وأن نتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك. وسيلتقي جوزيب بوريل الخميس في الرباط رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة وكذلك جهات اقتصادية. وسيزور المسؤول الإسباني الجمعة الجامعة الأورو متوسطية في فاس حيث سيلقي خطابا، كما أوضح القسم الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر نفسه إن الزيارة ستشكل فرصة لإجراء مناقشة معمقة حول تطبيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما يشمل بحث أفق برنامج عمل جديد لمنطقة المتوسط ولبحث تأثير الحرب في أوكرانيا.
وأعد المعهد الأمريكي للدراسات الخارجية American Institute for Foreign Studies في الآونة الأخيرة تقريرا وصفه جل المهتمين بالهام جدا، ويتطرق التقرير المعنون بمستقبل العلاقات المغربية الأمريكية في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب إلى تطابق المصالح بين البلدين والدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة الملكية في هذا التقارب، بالإضافة إلى مميزات ومناقب المملكة المغربية. التقرير سيشكل لا محالة ضربة موجعة للنظام العسكري الحاكم في الجزائر، خصوصا أنه جاء في هذه الظرفية الحساسة بما في ذلك الرعب الذي يعتري الكبرانات بعد وصول أنباء عن وضع الجبهة الوهمية على لائحة المنظمات الإرهابية، والفشل الذريع الذي عرفته محاولة اختراق دوائر القرار وصنع لوبي مؤثر داخل واشنطن يدافع عن مصالح وأطروحات الجارة الشرقية. ولم يخفي العديد من المتعاطفين أغلبهم طمعا في أموال البترول والغاز الجزائري مع الأطروحة الجزائرية انزعاجهم من هذا التقرير، كما هو الحال بالنسبة لعناصر قيادية بالبوليساريو والتي تؤمن بأن عزل جنرالات ومحاصرتهم يعني نهاية المشروع الانفصالي للجبهة وتفكيك بنيات التنظيم الهش أصلا. هذا وجاء في التقرير الأمريكي للمعهد المعروف بقروبه من دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية أن العلاقة المغربية الأمريكية تفرز تشابها في مقاربة الطرفين للقضايا التي يطرحها النظام الدولي، والتي تعود بالأساس إلى تماشي المؤسسة الملكية المغربية مع الخط العام للمصالح الاقتصادية والسياسية الأمريكية في المنطقة العربية والإفريقية. وأرجع المعهد المذكور قوة ومتانة العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عدة عوامل شكلت دوافع إيجابية للبلدين من أجل المضي قدما فيها. العلاقات بين البلدين من ضمنها الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للمملكة المغربية. وقال التقرير في هذا الإطار تأتي مكانة المغرب في الاستراتيجية الأمريكية في سياق تحكمه عدة محددات تتمثل في رغبة أمريكا في استغلال الموقع الجغرافي للمغرب بصفته دولة تنتمي إلى عدة وحدات إقليمية ودولية مهمة، فالمغرب دولة عربية إسلامية إفريقية ومتوسطية، كما أنه يكتسي في إطاره الإقليمي أهمية كبرى بسبب علاقاته الحيوية بالأمن في البحر الأبيض المتوسط. كما أشار المعهد إلى ما وصفه بالأهمية الاستراتيجية للمملكة كممر بحري ضروري للاقتصاد الأمريكي. وأكد التقرير أن المغرب ينهج إيديولوجية تتسم بالواقعية بفضل الذكاء والنظرة الإيديولوجية الثاقبة للنظام الملكي المغربي، وكذلك توجهه الغربي الليبرالي في الشمال الإفريقي. وأوضح المعهد في تقريره أن المغرب استطاع استغلال بعض المعطيات التي تتوافر له كالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي حظي به وامتلاكه لبعض المعادن المهمة وبعده العربي والإسلامي للظفر بالاهتمام والدعم الأمريكي، فأصبح بذلك واحدا من أقرب الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي. وما زاد هذا التقارب الاستراتيجي قوة وتماسكا هو الاعتراف الأخير للولايات المتحدة بمغربية الصحراء في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يبقى هذا الموقف حاسما في توجيه الموقف الدولي إزاء هذا الملف لعدة اعتبارات أهمها يتمثل في كون أمريكا عضو دائم ومؤثر في مجلس الأمن، مما سيعجل بطي هذا الملف الذي طال أمده. يقول التقرير: أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد سمعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيزه فقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيزه، حيث قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وعودا للحكومة المغربية خلال زيارته للمملكة، من ضمنها توسيع المنطقة الاقتصادية بمدينة بوزنيقة مع العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين واشنطن والرباط، والذي يبلغ حاليا نحو 3.3 مليار دولار، يؤكد المعهد الأمريكي. وما زاد هذا التقارب الاستراتيجي قوة وتماسكا هو الاعتراف الأخير للولايات المتحدة بمغربية الصحراء في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يبقى هذا الموقف حاسما في توجيه الموقف الدولي إزاء هذا الملف لعدة اعتبارات أهمها يتمثل في كون أمريكا عضو دائم ومؤثر في مجلس الأمن، يؤكد المعهد الأمريكي.
وتوصل عدد من زبائن مؤسسة سياش بانك البنكية بتحذير من مغبة السقوط في رسالة نصب يدعي أصحابها بقفل الحسابات البنكية قبل أن يتم مطالبتهم بضرورة تحديث معلوماتهم. وقالت المؤسسة البنكية في بيان لها إن مواطنين زبناء وغير زبناء لبنك سياش توصلوا برسالة نصية باسم البنك تعلمهم بتجميد حسابهم وتدعوهم لتحديث معلوماتهم عبر رابط إلكتروني. ونبه البنك مستعملي التطبيق سياش موبايل أن هذه الرسالة احتيالية، وحذرت المؤسسة البنكية كل من توصلوا بالرسالة من خطر إدخال معلوماتهم الشخصية وما يتأثر عن ذلك من ضرر، داعية زبناءها بألا يقوموا بإدلاء المعلومات الخاصة بهم إلا عبر الدخول المباشر للقنوات الرسمية التابعة للبنك. ومن جهة أخرى أكد البيان ذاته أن البنك قام بالإجراءات القانونية والاحترازية بشراكة مع السلطات المختصة في الموضوع.